هزيمة النادي الأهلي من بالميراس في تاني مباراة كأس العالم للأندية في مباراة بالنسبة لي مباراة يعني مش هقول اتفاجئت، بس هي كشفت احنا ككرة مصرية احنا واصلين لفين عامة. ما اعتقدش ان انت هيبقى عندك وينج ممكن تقدر تجيبه احسن من تريزيجيه واحسن من بن شرقي واحسن من زيزو. مفيش مهاجم موجود في مصر احسن من مصطفى ابو علي. دي اعلى كواليتي انت ممكن توصل لها، بس انت بعيد، انت في مسافة كبيرة، انت الجاب كبير قوي بينك وبينهم وبين دوري برازيلي. آه الكوره فيه بتعتمد ان هي اكاديميه اوروبا. الناس دي كده وما بتحتفظش بالجمعه، الناس دي فارقين عننا. انت بتعمل 5 باصات او 6 باصات عشان تقدر توصل للجون بتاعهم، وهو بيعمل باصتين او 3 بالكتير. ناس في شغل كوره بيتعمل، وانت من وجهه نظري انت خسرت المباراه من قبل ما تلعب. في حاجات ياما احنا دخلنا فيها مالهاش علاقه بالمباراه اساسا. تريزيجيه قال وزيزو عاد وزيزو عمل والبلانتيات والمش عارف. كل ده افقدك فكره ان انت تكسب الماتش اساسا. الناس كلها يعني في جاب كبير يا جماعه، ما نضحكش على نفسنا. زائد عشان تبقى فريق تقدر تنافس في محافل عالميه، مش اهم حاجه ال 11 اللي بيلعبوا، اهم حاجه مع الاقل يكون اللي بره الثلاثه اللي هينزلوا او الخمسه اللي هينزلوا يكونوا على قدر ان هم يقدروا يعني مش هقول لك يصنعوا الفارق، بس على الاقل يبقى نفس الكلام. تريزيجيه زيزو مش في حالتهم، وسام ابو علي جنبهم في نفسه طبعا، يعني مش هلومه. تنزل قفشه والشحات، ده مش سكواد هيكسبك. ولازم زي ما بنقول كده ايه، قبل ما تحلم فوق احلم وانت فايق، قبل ما تطلع فوق انزل للحقيقه. انت واصل فين؟ انت ده الليمت بتاعك، ده اللي انت هتقدر تقدمه. دي المحافل العالميه مش هتقدر تعدي من المجموعات من وجهه نظري. وانت باك بتاعك محمد هاني وجايب بيه حاطط الله من الثلاجه. وانت رايح تدعم بلاعب مصري كبير زي حمدي فتحي، انت جايبه النهارده هو عادي، انت جايب منك نص الملعب. احنا بعاد. وده ملخص، انا مش شايف الموضوع تكتيكي اللي ممكن نتكلم فيه ويقول لك اصل كنت المفروض تلعب ب 3 4 2 و5 2 3 1. لا لا، هي مش كده. هي الموضوع اكبر من كده شويه. الموضوع الناس ما بذلتش مجهود وبتلعب ان هي فارقه عنك. ويعني مش ماشي نتكلم في سيناريوهات الصعود بعد كده، بس الواحد حاسس ان مش ما تتكلمش في سيناريوهات الصعود قد ما تتكلم انت تقدر تصعد اصلا ولا لا. ولو صعدت انت هتعمل ايه؟ انت عايز ايه بقى بعد ما تصعد؟